السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عطية وفيديو جديد. ما كانش ينفع ان انا افوت الفرصة دي واليوم التاريخي اللي ما بيحصلش كتير دوت عشان اطلع اقول الف الف مبروك للمنتخب المصري والف مبروك لينا كلنا. وكان نفسي اطلع لكم بتيشيرت منتخب مصر، قعدت ادور عليه والله بس ما لقيتوش. انتوا عارفين انا في تركيا، كان نفسي ان انا اطلع في الفيديو ده لابس تيشيرت المنتخب كده واحتفل عشان انا مبسوط جدا، كل الشعب المصري مبسوط. وشكرا حسام حسن، شكرا للمنتخب الوطني كله، شكرا كل اللعيبه. هنتكلم في الماتش، هنتكلم في كل حاجه، ولكن حبيت بس ابدا كده يعني بلحظه فخر واعتزاز بالمنتخب المصري واللي احنا متعودين عليه ان هو بيعمل ماتشات قويه. مش متعودين عليه طبعا في كاس العالم ان هو يصعد ويفرحنا كده. انجاز تاريخي، انجاز يحسب لحسام حسن واللعيبه. هو ده المدرب الوطني. دايما بقولها ودايما هفضل اقولها، منتخب مصر ما ينفعش معاه الا مدرب وطني. في مدربين اجانب عملنا معاهم انجازات. هيكتور كوبر مثلا وصلنا نهائي افريقيا 2017 بعد ما كان بقالنا شويه ما بنوصلش من التصفيات. خسرنا من الكاميرون 2-1 ووصلنا بعد 28 سنه كاس عالم. اي نعم طلعنا حصلت المجموعات في كاس العالم دوت في روسيا، ولكن يشكر الراجل ان هو وصلنا حتى كاس العالم بعد 28 سنه، وكانت فرحه كبيره جدا وكلنا كنا فرحانين. ويعني كان يوم ماتش الكونغو ده يعني كان يوم في مصر مش هنساه ابدا. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو عندنا كارلوس كيروش وصلنا لنهائي افريقيا 2021. خسرنا ضربات جزاء، وبرضو خسرنا التاهل لكاس العالم بضربات جزاء من السنغال اللي يعني اصبحت عقده لينا. ومش عايز اقول كلمه عقده دي، يعني ان شاء الله مش عقده ولا حاجه، ولكن خلاص يعني تعبنا من مقابلات السنغال دي. كنت بتمنى ان احنا ما نطلعش اول عشان ما نقابلش. انا تمام، انا راضي بالتاني وعايز اطلع تاني وزي الفل كده، ومش عايز اقابل السنغال تاني خالص. ومحدش يقول لي السنغال سهله وواقعه ومش عارف مين كسبها، لا خلاص. انا حتى لو السنغال في اضعف حالتها انا خلاص تعبت، زهقت من السنغال. لان انا اطلع من استراليا هقبلها بس ما اطلعش من السنغال. فالحمد لله مركز تاني كويس، نقابل استراليا تمام زي الفل. وخلينا بقى نتكلم في الماتش واجواء الماتش. واكيد كلنا كان نفسنا ان احنا نحضر طبعا كاس العالم من الملعب نفسه، ولكن يعني اتمنى ان انا في يوم من الايام احضر. انتوا عارفين تاشيره امريكا فالموضوع صعب شويه، ولكن اوعدكم لو كاس العالم اتعمل في تركيا هحضر، ولان ده صعب. ولكن بعد 4 سنين الكاس العالم جاي هيتعمل في المغرب واسبانيا، والمغرب انا رحتها قبل كده، وممكن نفكر في الموضوع ده مع بعض ان شاء الله. خلينا بقى نتكلم في الماتش. ايران فرقه قويه جدا ومن اقوى الفرق في المجموعه انا شايفها. عملوا جيم كويس واحنا كمان عملنا جيم كويس، ولكن هنتكلم طبعا في الاصابات والحاجات اللي قلقتنا على لعيبه المنتخب، من زي محمد صلاح، احمد فتوح، مهند لاشين اللي خد انذار تاني ومش هيلعب. ولكن اوفرول كان الماتش جيد جدا. ولكن عندي نقطه خايف منها في الماتشات الجايه، الا وهي العرضيات. المنتخب اللي بيلعب علينا عرضيات مش عارف ليه حاسس ان احنا او يمكن ده مثلا حصل بعد ما فتوح طلع لما اتصاب، الله اعلم. ولكن حسيت ان احنا في الجزء بتاع العرضيات ده في اخر الماتش اتضغطنا جامد قوي، وايران عملت كذا عرضيه وبالفعل يعني واحده جابوا منها جون واتلغى، الحمد لله طلع تسلل. وفي الاول على فكره ما كنتش فاهم هو ليه تسلل او ما كنتش شايف، ولكن الحمد لله بعد ما شفت اللعبه تاني عرفت هو ليه تسلل. عشان شوبير كان طالع فيعتبر اخر مدافع هو الجون، فالمدافع اللي قبله يتحسب عليه التسلل، فهم حسبوا التسلل الحمد لله على المدافع المظبوط يعني. المهم لان انا كنت شايف من بعيد في لاعب مغطي فما خدتش بالي. المهم الحمد لله ان هو اتلغى. وبعد ما اتلغى ضغطونا برده تاني، وفي كوره جت في العارضه وفي كوره طلع عليها مصطفى شوبير وزقوه 2 من لاعيبه ايران، والحمد لله ان الكوره دي طلعت بره يعني. فاوفرول الموضوع ده محتاجين نركز عليه شويه، ويا رب ان شاء الله صلاح تبقى حاجه خفيفه. لان بصراحه انا كواحد مشجع لمنتخب مصر وكواحد من عشاق حاجه اسمها صلاح، يعني ما افتكرش ان في لعيب هيجي في تاريخ مصر تاني عمل ربع اللي عمله صلاح.
سواء مع المنتخب او سواء مع في الدوري الانجليزي. زي كده كنت بتفرج على قهوه فايق، الشابوني قال لك ده صلاح راح جرد الدوري الانجليزي وجه، يعني راح جرد الدوري الانجليزي وقفله جاب المفاتيح ورجع. ده ادق وصف اتقال عن صلاح فعلا، ان هو فعلا راح الدوري الانجليزي، عمل كل حاجه تتعمل في الدوري الانجليزي من اهداف، اسيستات، راجل اسطوره ليفربول. 9 سنين 9 مواسم استمراريه، بينافس على الحذاء الذهبي مع هالاند، وما ادراك مع هالاند وما ادراكه يعني هالاند والمستوى اللي هو فيه، وقدر فعلا ان هو ياخده منه. وراجل يعني فخر لينا كلنا. ودلوقتي تسال تعرف ايه عن مصر، يقول لك محمد صلاح او الاهرامات ومحمد صلاح. خلاص، فمحمد صلاح في تاريخ مصر بقى علامه مسجله، ودي احسن بطوله انا شفت صلاح بيلعب فيها بقى من وجهه نظري. دايما البطولات مع منتخب مصر كان صلاح بينتقد فيها في حته ان هو ما بيرجعش يدافع، بيتمشى في الملعب، ما بيلعبش زيه زي ليفربول. خلينا نقول الصراحه واللي لينا واللي علينا واللي اتقال. ولكن دي اكتر بطوله انا شفت الناس كلها اجتمعت على ان صلاح مقدم بطوله عمره، ومقدم بطوله ممتازه جدا في ال3 ماتشات اللي اتلعبوا لحد دلوقتي، لولا بس اخر مباراه للاسف ان هو مسك الخلفيه وطلع. واتمنى ان شاء الله يا رب ان ده ما يكونش حاجه قويه زي ما حصلت في بطوله افريقيا قدام غانا وطلع وغاب عننا فتره. فان شاء الله يا رب، ان شاء الله، ما لو انا متذكر يعني كانت قدام غانا، يا رب اطلع صح. المهم يا رب ما تبقاش حاجه تقيله يعني، وتبقى حاجه خفيفه يقدر الجهاز الطبي يتداركها في الاسبوع اللي باقي ده. عندنا ماتش استراليا يوم الجمعه الساعه 9، وعندنا غيابات تاني. عندنا احمد فتوح ان شاء الله يا رب باذن الله يكون برضو حاجه خفيفه. عندنا عبد المنعم، سلامات يا عبد المنعم، انت قدها وان شاء الله تقوم. واتمنى ان لو ما عبد المنعم مش جاهز، عندنا رجاله بره برضو، عندنا حسام عبد المجيد، عندنا رامي ربيعه، ان شاء الله يعملوا احسن حاجه. وعايز بقى ان انا اوجه الشكر اللي في ناس يعني لازم نديها حقها يا جماعه. اولهم كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن انتقد كتير جدا الفتره الاخيره، وان هو بيلعب بروح بس، وان هو ما عندوش خطط، ما عندوش مش عارف ايه. ولكن اللي انا شايفه غير كل ده خالص. الراجل بيلعب بخط، يعني الراجل يعني في جمل، اللي بيفهم كوره هيشوف في الماتش في جمل بتتعمل في الملعب وتكتيك. واولها مباراه بلجيكا اكبر دليل على الموضوع ده. يعني الراجل كان معلم محمد هاني او قايل له تعليمات على دوكو، لدرجه ان دوكو اتخنق يا راجل، ساب الجهه اللي بيلعب فيها وراح الناحيه الثانيه برده، ما عرفش يلعب من فتوح وطلع في الاخر. من ناحيه خطط، في خطط من ناحيه وبرده الشوط الثاني لمباراه نيوزيلندا يشهد على الموضوع ده. كنا خسرانين ونزلنا اتعادلنا وجبنا الثاني والثالث. ده بس مش روح، لا، في شغل بيتعمل. فشويه انصاف للتوأم ابراهيم حسن وحسام حسن. شكرا جدا 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 على اللي انتم بتعملوه. وحتى لو طلعتوا لا قدر الله ان شاء الله ما يحصلش ونكمل، ولكن لو طلعتوا من استراليا انا مبسوط وزي الفل كده ومرضيه، وعملتوا اللي عليكم. ونركز ان شاء الله في اللي جاي، وبطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله حسام حسن مكمل معانا وهناخدها باذن الله. دي اول نقطه. في برضو بعض اللعيبه عايزه تديها حقها، كانت مظلومه او كانت بيتقال عليها كلام كتير قوي الفتره اللي فاتت. اولهم محمد هاني. اللي عارفني عارف ان انا زملكاوي، فانا محمد هاني بالنسبه لي يعني مش هتكسف اقول كده، يمكن اكتر لاعب في الاهلي في الفتره الاخيره كان بياخد سف من الزملكاويه، او بلاش من الزملكاويه، من الاهلاويه نفسهم. الاهلاويه نفسهم كانوا بيسفوا عليه يعني حاجات ما حدش يتحملها. ولكن بصراحه الحق يتقال، الراجل عامل بطوله يعني مونديالي زي ما بيسموه، المونديالي. محمد هاني عامل بطوله عالميه 3 ماتشات ولا اروع. من احسن باكات اليمين الموجوده في المجموعه كلها، ومش هبالغ والله لو قلت من احسن الباكات اللي موجوده في كاس العالم كله في دور المجموعات. تمام. فمحمد هاني شكرا جدا جدا على الاداء البطولي اللي انت مقدمه في ال3 ماتشات دول، وان شاء الله تستمر. واتمنى ان انت برضو بعد كاس العالم تستمر بنفس المستوى باذن الله، لان انت لاعب كبير وواحد من قاده المنتخب يعني. ده بالنسبه لمحمد هاني. في برضو لاعب تاني عايز اديله حقه، هو ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم يا جماعه شال كوره في الاخر من ايران، جون الكوره نازله على وش رجل الواد بتاع ايران،
اقسم بالله لو شاط، انا مش فاكر كان مين، بس لو شاطها ولبست فيه في وش رجله جون، ما فيهاش. الكره الثانيه كانت جايه من حد بالراس ونزلت له قدام الجون، يعني في الستة ياردة بينه وبين شوبير ما فيش. لو شاطها جون اترمى عليها ياسر ابراهيم، طلعها بره بموقف رجولي جدا وحاجه يعني تحسب له، وراجل مقدم بطوله ولا اروع من كده، واتمنى ان هو يستمر ان شاء الله. وشكرا جدا جدا ياسر ابراهيم. ومن الناس برضو اللي فاجئتني انا بصراحه بقى في البطوله دي، طبعا بدون يعني هنتكلم على زيكو في الاخر. ده اكتشاف لوحده طبعا. اي نعم في فترات كده بيجي ما تحسلوش تاثير، ولكن الراجل بصراحه لما بيجي له واحده بيعرف يتصرف فيها كويس. ويمكن احنا ظالمين زيكو شويه. ليه بقى؟ لان احنا عشنا التجربه دي مع محمد ناجي جده في 2010 مع حسن شحاته. الراجل كان كل ماتش ينزل بديل يجيب جون. فاحنا عايزين بقى ايه؟ زيكو ده اللي هو الاكتشاف بتاع حسام حسن ينزل يعمل كده زي جده. فلا يعني شويه بالراحه شويه على زيكو، والراجل هيجيب، والراجل لعيب بسم الله ما شاء الله يعني. واحنا في كاس عالم مش في بطوله افريقيا، ومستويات الفرق بتتقدم كل فتره. احنا في 2026 غير 2010، الكوره بتتطور كل سنه. فالمهاجم اللي كان بيجيب جون في 2010 ممكن من نفس الوضعيه من نفس كل حاجه ما يعرفش يجيبها في 2026، لان خلاص بقى الدفاع او المنظومه الدفاعيه في الفرق اتغيرت. عارفين المهاجمين بيعملوا ايه، عارفين تحركاتهم، عارفين كذا كذا. فالموضوع ده بقى بيفرق. ولكن من الناس اللي ابهروني في المنتخب هو مهند لاشين. مهند لاشين عامل اداء بطولي، غير بس الانذار الاخير في ماتش ايران اللي هو للاسف بسببه مش هيلعب الماتش اللي جاي. بغض النظر عن الموضوع ده، بس هو عامل بطوله ممتازه من بعد يعني مستواه اتطور جدا من بعد غلطه ماتش البرازيل. ده انا لاحظتها يعني. ماتش البرازيل الودي لما غلط وخدها مهاجم البرازيل وجاب جون، من بعدها بصراحه مهند لاشين يعني زي سكانر كده في اسمه ايه ده، في الملعب، ماسح نص الملعب خالص ما شاء الله عليه. واللعيبه كلها بسم الله ما شاء الله كلها على روح واحده وعلى قلب رجل واحد زي ما بيقولوا، ومنتخب مشرفنا. وشكرا جدا جدا حسام حسن. وننهي الفيديو. الف مبروك لمصر، الف مبروك الصعود للدور الثاني، وان شاء الله المره دي مطولين. نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.